شايفين صينية البطاطا بالبشاميل الجميلة دي؟ حاجة كده تحفة، وصفة سهلة وجميلة، وفي الحلو قوي في البرد اللي احنا فيه ده هتعجبكم قوي. جربوها وانا واثقة انها هتعجبكم جدا. تعالوا بقى نشوف الفيديو مع بعض ونشوف عملنا الوصفة الجميلة دي ازاي. السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة نصلي على الرسول ونبدأ بسم الله. النهاردة هنعمل صينية بطاطا بالبشاميل. هنحط هنا كيلو بطاطا متقشرة كويس ومغسولة ومتقطعة. نحط هنا كيلو كوباية من السكر. نحط عليها كوبايتين من المية، وانا هنا زودت المية علشان الصوص اللي هيطلع منها هنزود بيه البشاميل، ونسيبها بقى تستوي مع بعضها وارجع لكم تاني. هنا بقى يا جماعه البطاطا اهي بعد ما اتسلقت واستوت كويس هنهرسها كويس كده. هنا بقى هرسنا البطاطا كويس قوي. لو عندك اي مكسرات بقى عايزه تضيفيها. هنا معانا جوز هند، معانا هنا فول سوداني، وهنا معلقه سمنه. طبعا هتسيح دلوقتي مع البطاطا، من سخونيه البطاطا هتسيح. نقلبها كويس كده. تعالوا بقى نعمل البشاميل مع بعض. هنا بقى يا جماعه نعمل بشاميل. معانا هنا كيلو الا ربع لبن، ودي كوبايه ودي كوبايه اللي طلعت من سلق البطاطا هنضيفها عليه كده. وهنضيف كوبايه سكر، طبعا السكر حسب الرغبه. وهنضيف هنا معانا 4 معالق دقيق. هنا هندوب فيه بقى كويس، ندوب فيه بقى طبعا لحد ما يتقل. هنضيف كيس فانيليا. هندوب فيه بقى لحد ما يتقل ويبقى بشاميل. هنا خلاص البشاميل استوى معانا اهو، خلاص كده هنطفي عليه. هنا ده كده القوام بتاعه اهو، خلاص كده هنطفي عليه. الصينيه اللي هنحط فيها هنحط فيها بقى شويه بشاميل من تحت. وهنجيب بقى البطاطا، هننزل البطاطا في الصينيه. هنفرد البطاطا كويس في الصينيه. هنا سوينا البطاطا كويس في الصينيه. هننزل بقى عليها بالبشاميل. هنا بقى خلاص الصينيه بعد ما جهزناها وحطينا البشاميل على البطاطا هنديها رشه سكر بسيطه قوي من فوق الوش، علشان بس لما تدخل الفرن وتتحمر السكر يديها تحميره كويسه من فوق. هنحطها بقى في الفرن ونسيبها حوالي ربع ساعه وبعد كده نطلعها. ادي يا جماعه صينيه البطاطا اهي بعد ما طلعت من الفرن وسيبناها ساعتين لما بردت خالص. شايفين بقى شكلها وجمالها. ناخد خرطه منها كده.
شايفين بقى؟ شايفين جمالها؟ شايفين حلوة ازاي؟ بصوا بقى، بصوا جميلة ازاي، تحفة جميلة في البرد اللي احنا فيه ده، حلوة قوي. اعملوها وصفة سهلة وجميلة وحلوة وتدفي في الشتاء اللي احنا فيه ده.